التيار المتردد والتيار المستمر هما نوعين من الكهرباء. التيار المتردد بيستخدموه في البيوت والمصانع عشان بيقدر يتنقل لمسافات كبيرة، إنما التيار المستمر تلاقيه أكتر في البطاريات والأجهزة الإلكترونية. الفرق بينهم إن التيار المتردد AC بيغير اتجاهه كذا مرة في الثانية، وده اللي بيخليه مناسب لنقل الكهرباء لمسافات بعيدة. أما التيار المستمر DC فبيمشي في اتجاه واحد بس، وده اللي بيخليه أنسب للحاجات اللي بتحتاج كهرباء ثابتة زي الموبايلات واللابتوبات. لما نفهم الفرق بين النوعين بنقدر نحدد نستخدم ايه فين. يعني مثلا الأجهزة اللي في البيت عادة شغالة بتيار متردد AC، أما العربيات الكهرباء والحاجات اللي فيها بطاريات فغالبا بتشتغل بتيار مستمر DC. المهندسين والفنيين لازم يعرفوا إزاي يقيسوا التيارين دول عشان يقدروا يصلحوا أو يصمموا الأنظمة الكهربائية صح. التيار المتردد AC في سلوك الكهرباء اللي في البيت، التيار المستمر DC في شحن الموبايلات أو تغذية الدوائر الإلكترونية اللي في الأجهزة. ببساطة ال AC بيغذي عدد كبير من الناس بالكهرباء، وال DC بيشغل الأجهزة الحساسة زي التليفونات والكمبيوترات بأمان.